السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل فطاير سريعه كده، بس عشان ما عنديش عيش ومفيش حاجه اللانش بوكس، فانا قلت اعمل فطيرتين سريعه كده، ايه علشان اللانش بوكس وكده يعني. معايا اول حاجه كده هنا طبق هكسر فيه بيضه بدرجه حراره المطبخ، يعني ما كانش في التلاجة، وهقلب البيضه كده. بسم الله. بعد كده هنزل على البيضه بكوبايه ميه تكون دافيه اهي. بسم الله. ونكمل تقليب. بعد كده كوبايه لبن دافيه. معايا حوالي ربع معلقه ملح اهي. معايا معلقه خميره صغيره اهي. ندوب. معايا برضو معلقه سكر كده يعني، او معلقه ونص سكر صغيرين. دوبها وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص دوبتها. معايا هنا حوالي كوبايتين دقيق، هنزيد بيهم شويه شويه. وهنزل بكوبايه تانية اهو. هقلب بس وارجع لكم تاني بالشكل ده اهي. هو ده القوام اللي انا عاوزاه، قوامه قريب من البانكيك شويه اهي، سايله اهي، وده اللي انا عاوزاه. هغطيها بقى واسيبها تخمر حوالي نص ساعه وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا الحشوه بتاعتنا بتاعت العجينه اللي تستنى ما تخمر. معايا هنا دلوقتي جزره، انا بشراها اهي، وهنا شويه زيتون مقطعاهم. وهنا عندك بقى، عايز بتحبي انت الكزبره، بتحبي الشبت، بتحبي البقدونس اللي انت عاوزاه. انا استخدمت البقدونس، قطعته، خدت الورق اللي بتاعه بس وقطعته ناعم. معايا هنا بصلتين صغيرين خضر، ومعايا هنا بصله عاديه مقطعاها ناعم. ومعايا هنا حوالي نص كوبايه جبنه. الجبنه بتاعتي ديت جبنه مخلوطه، موتزاريلا على شيدر على كده يعني، متخلطه. ومعايا هنا برضو بطاطسايه وسط بشراها، بس انا كنت حطاها في المصفى كده وفي ميه علشان لونها ما يغيرش لحد ما اسيب العجينه تخمر. هنجيب بقى العجينه معانا ونشوف هنعمل ايه. العجينه دلوقتي معايا خمرت وعملت الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي كده، تعرف خلاص ان هي خلاص خمرت. هي بقى لها حوالي نص ساعه اهي. دلوقتي بقى هبدا احط الحاجات واحده واحده. معايا هنا الجزر والزيتون، هنزل بيهم في العجينه اهو. ومعايا هنا البصل الاخضر، ومعايا هنا البقدونس. حابه تحطي انتي اي حاجه بقى من عندك حطي، حابه تحطي خلاص يا وسكي، حابه تحطي مثلا فلفله حطي. ده بصل اهو. خلاص يا وسكي، وسكي عمال بيعيط عايز يخرج من الشقه وانا مبخرجوش بالليل، فهو حابب يخرج دلوقتي، فعمال كده بقى طلع اصوات غريبه معلش. كده اقلبهم مع بعض. فاضل عندي بس البطاطس، هصفيها من الميه واجيبها. اهي البطاطس نزلت بيها اهي.
تمام كده. وهقلب، ما تقلقيش ان البطاطس مبشوره ماهيش مسلوقه ولا حاجه، هتستوي ان شاء الله وهتبقى زي الفل. زي ما انت بقى عايزه، حابه تحطي فلفل حطي، اي خضروات انت عايزه تضيفيها ضيفيها، عايزه تبدلي في حاجه بدليها، بس هي كده هتبقى طعمها حلو قوي وهتبقى مفيده كمان للاولاد، علشان خاطر اللي ما بياكلوش الخضروات. هجيب بقى، عايزه برضو الجبنه دي، عايزه تحطي موتزاريلا بس حطي، عايزه تحطي شيدر بس حطي، جبنه قريش، اللي انت عاوزاه، بس هي جميله قوي ومفيده. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتبقى حلوه. الفيديو ده كده شكله هيتصور تاني، يعني مش هيتصور تاني، هعمله بصوت خارجي علشان ويسكي اللي عمال يعيط بسكوتش ده، بس عادي يعني، ما انتوا عارفين انا عندي قطه، 2 مش واحده. كده تمام، العجينه كده جاهزه معانا. هروح بقى على المقلايه علشان اقول لكم هنعمل ايه. انا نسيت اقول لكم بس على حاجه قبل ما اروح على الطاسه. الملح انا ما حطيتش ملح اهو، حوالي معلقه ملح، يعني دوقيها شوف انت محتاجه ملح قد ايه. وكمان فلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر اهي. طبعا هي فطير حادق يعني، فلازم تحطي فيه بهارات. فانا كده هقلبها تاني اهو، حابه بقى البهارات اللي انت حباها حطيها. نروح بقى على الطاسه، وهنا بقى على نار وسط. حطيت حوالي معلقتين زيت بس، والنار وسط، ما تخلوش النار عاليه عشان تستوي براحتها. هنزل كده كده مكبشه، وهفردها كده بالشكل ده. وهسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، وبعدين لما اقلبها هوريها لكم. اهي بدات بقى اهي تمسك نفسها اهي خالص. مش عارفه، خايفه اقلبها دلوقتي، هستنى ايه لسه شويه وهقلبها دلوقتي. بس هي خلاص سابت نفسها، مش قادره اقول لكم ريحه حلوه قوي بجد. انا قلبتها اهي، قلبتها، وبرده هخليكي مهديه النار، برده ما تعليش النار علشان تستوي برده وتبقى كويسه. عايزه اوريكم شكلها اهي، شبه قرص العجه اللي بالبيض، مش عارفه ليه، بس الريحه طالعه ريحتها حلوه قوي، وصراحه خطيره يا جماعه، لازم تجربوها. كده هنزل باول واحده اهي، هنزل كده في الصينيه، همسح المقلايه بس عشان العجين اللي على الجوانب ده كده. هحاول ان انا انزل بالعجينه اقل المره دي، عشان خاطر احط بس نقطه زيت صغيره كده، علشان بس ايه ما تبقاش تخينه وتغيب على النار. بسم الله. حته صغيره كمان اهي، وهفردها بس كده كفايه قوي. هفردها بقى كويس. ودي التانيه اهي، حبيت اوريها لكم بس اهي، وبرضه خليكي مهديه النار. هخلصهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصراحه انا لسه طبعا في عجينه عندي وكده اهي، بس انا قلت علشان اخلص الفيديو عشان بطول قوي، فانا قلت بقى ايه اقطعها قدامكم واوريها لكم، وبعدين ايه ابقى اكمل انا العجينه براحتي بالشكل ده كده. انا عايزه بس اوريها لكم من جوه، بس هي سخنه قوي. طب بلاش السخنه دي، خلينا في البارده اللي بردت شويه دي. محدش يضحك على القطعه بتاعتي، لسه هجيب قطعه، بس هي اصلا العجينه طريه اهي، وريحتها حلوه قوي. بسم الله. طعمها حلو قوي، وكل حاجه فيها مستويه، والزيتون عطيها حدق كده وحلو قوي. يا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم، والف هنا اللي يجربها. سلام.